انت لازم تشوف الفيديو ده علشان حاجة واحدة، علشان لو في حد في مرة قالك انك تشتري موبايل هونر 90 لايت، وقتها تعرف هل فعلا تشتري الهاتف ده ويستحق، ولا يا معلم كده هتلبس في الفاضي. فاللايك بتاعك والاشتراك الجميل، ويلا بينا نبتدي الفيديو. قبل اي حاجة احب ارحب بيكم، يا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي. احنا النهاردة يا جماعة هنتكلم عن هاتف هونر 90 لايت. هنتكلم كالعادة عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، كمان المقارنة اللي بتكون في اخر الفيديو، واي حاجة محتاج تعرفها عن الهاتف هنوضحها لك بالتفصيل، ولكن ضروري اللايك والاشتراك وفعل الجرس، ويلا بينا نبتدي الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. كالعادة اول حاجة نشوف تصميم الهاتف، وتصميم الهاتف هنا من وجهة نظري شكله مميز الصراحة، يعني حاسس الكاميرات كده شكلها مميز شوية. طبعا ده من وجهة نظري، وهو التصميم وجهات نظر واذواق. خامات الهاتف بتيجي من البلاستيك. على طول نخش على الشاشة ونشوف بتقدم ايه، والشاشة هنا جايب حجم 6.7 بوصة بجودة فول اتش دي بلس وبدقة 2388 في 1080 بكسل، مع معدل كثافة بكسلات 391 بكسل لكل انش. والشاشة هنا نوعها اي بي اس ال سي دي، والشاشة بتقدم معدل تحديث 90 هرتز. الصراحة الشاشة هنا على فئة وسعر الهاتف للأسف مش أفضل حاجة خالص، يعني هي ممكن تقدم أداء جيد شوية، ولكن بالنسبة للسعر اللي انت بتدفعه ففي هواتف تانية في نفس السعر بتقدم شاشات أعلى بكتير. يعني الشاشة هنا ولا هي أموليد ولا هي حتى 120 هرتز زي كل الهواتف اللي موجودة في نفس السعر، فللأسف الشاشة هنا مش كويسة خالص. على طول نشوف أداء الموبايل أو المعالج، والمعالج هنا هو ميدياتك ديمنسايتي 6020 اللي بيجي بدقة تصنيع 7 نانو، والمعالج ده بيعادل أداء معالج سناب دراجون 695 أو أقل منه بفرق صغير جدا. يعني المعالج هنا نقدر نقول إن هو الحسنة الوحيدة في الهاتف ده، أو الحاجة الوحيدة اللي تعتبر كويسة. المعالج ده يعتبر جيد وكويس على فئة وسعر الهاتف، وهتاخد منه أداء كويس سواء في الاستخدام اليومي، تصفح، برامج، ألعاب. فالمعالج هنا الصراحة كويس جدا على فئة وسعر الهاتف. الهاتف هنا جاي بنسخة وحيدة وهي 256 جيجا مع 8 جيجا رام، والهاتف هنا مش بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي. اما بالنسبة لكاميرات الهاتف، فالهاتف هنا بيقدم 3 كاميرات خلفية، الاولى 100 ميجا بكسل ودي الكاميرا الاساسية، اما الكاميرا التانية فهي 5 ميجا بكسل ودي كاميرا الترا وايد للتصوير بزاوية واسعة، والتالتة 2 ميجا بكسل ودي ماكرو لتصوير التفاصيل من قريب جدا. كاميرا الهاتف الخلفية بتصور فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانية، اما بالنسبة للكاميرا الامامية فهي بتيجي 16 ميجا بكسل وبرضه بتصور فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانية. هنا بطارية الهاتف جاب حجم 4500 ملي امبير، يعني نقدر نقول انها بطارية كويسة وهتاخد منها اداء كويس، وبتدعم الشحن السريع بقوة 35 واط، وللأسف هنا سرعة الشحن السريع تعتبر قليلة قوي في السعر ده. الهاتف هيجي باندرويد 13. الهاتف طبعا زي ما احنا عارفين في هونر بيدعم خدمات جوجل بشكل رسمي، والهاتف مش بيدعم NFC وده عيب برضه، والهاتف مش بيدعم منفذ السماعات. منفذ الشحن بيجي من نوع تايب سي. سماعات الجهاز مش بتدعم الاستيريو. الهاتف بيدعم خدمات الجيل الخامس. الوان الجهاز هما الفضي والاسود والابيض، والهاتف هنا بيدعم البصمة وموجودة فيه زرار الباور. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافة لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنة في اخر الصفحة. وقبل ما نخش على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. طيب نشوف مميزات الهاتف انا مش عارف الصراحة ايه المميزات اللي ممكن اتكلم عنها في الهاتف ده، ولكن هي الميزة الوحيدة في الهاتف ده هو المعالج اللي يعتبر يعني كويس وجيد جدا في السعر ده. غير كده ما تدورش على مميزات، مفيش اصلا. اما بالنسبة للعيوب فما شاء الله انا مش عارف اقول كام عيب في الهاتف ده. اول حاجة الشاشة مش افضل حاجة، وكانت مفروض تكون زي ما قلت 120 هرتز واموليد زي الهواتف اللي في نفس السعر. برضو الشحن السريع قليل جدا على الفئة دي. برضو الهاتف مش بيدعم NFC. برضو الهاتف مش بيقدم سماعات ستيريو، وفي عيوب تانية لو هتكلم من هنا للصبح.
طيب دلوقتي بعد ما قلنا كل حاجة عن الهاتف، خلونا دلوقتي نعرف السعر بتاع الهاتف ده اللي بيقدم إمكانيات جبارة ده. ولكن قبل ما نتكلم عن السعر خلونا نوضح ان السعر في مصر وفي السعودية مجرد اسعار احنا متوقعينها، لان الهاتف لسه منزلش مصر ولا السعودية. الهاتف تم اطلاقه في بريطانيا بسعر $380، السعر المتوقع في مصر 11500 جنيه، السعر المتوقع في السعودية 1450 ريال. طيب كده كويس قوي، ولكن ايه افضل منافس للهاتف ده في نفس فئته السعرية او بنفس السعر؟ عندنا هاتف شاومي ريدمي نوت 12 برو 4G. الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف هونر 90 لايت. هنخش على مقارنة سريعة كالعادة بين الجهازين، ولكن قبل المقارنة احب اقولك ان احنا هنا في قناة موبي سي عملنا مراجعة لهاتف شاومي ريدمي نوت 12 برو 4G. لو انت حابب تشوفها هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. اول حاجه خلونا نقارن المعالجات، وهنا هونر بيجي بمعالج ميدياتك ديمنسايتي 6020 وشاومي بيجي بمعالج سناب دراجون 732 جي، وهنا ده الاتنين متقارب جدا من بعض. هونر بيجي بشاشه اي بي اس ال سي دي بجوده فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 90 هرتز، اما شاومي فهو بيجي بشاشه اموليد بجوده فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز، وطبعا هنا شاشة شاومي افضل بمراحل. هونر بيدعم خدمات الجيل الخامس وشاومي ما بيدعمش خدمات الجيل الخامس، وهنا هونر تتفوق. هونر بيدعم الشحن السريع بقوة 35 واط وشاومي بيدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، وهنا شاومي بتتفوق. تعالوا بقى دلوقتي بعد ما شفنا الفرق ما بين الجهازين في الامكانيات، خلونا دلوقتي نعرف الفرق ما بينهم في الاسعار. ولكن خد بالك ان سعر هونر ده سعر متوقع زي ما قلت قبل كده، انما سعر شاومي ده السعر الرسمي لانه نزل مصر بالفعل. سعر هونر المتوقع نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 11500 جنيه، سعر شاومي الرسمي نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 12000 جنيه. من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسميه للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزه وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهايه الفيديو لو في اي هاتف معين عايزيننا نعمل له مراجعه يا ريت تكتب اسمه في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك وتقول لنا ارائك في هاتف هونر 90 لايت، واشوفكم في فيديوهات جايه.